السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع رجل الأعمال سونج وهو قاعد بيصطاد على البحر. واحد من رجالته بيجي يقول له أخبار عن الرحلة اللي بعتوها في جزيرة في المحيط الهادي. ساعتها سونج بيحبط لأنه عرف إن الراجل ده ما قدرش يوصل لمكان الجزيرة. بيطلب من الراجل اللي جه يبلغه إنه يمشي. وهنا بنعرف إن سونج بيدور على جزيرة اسمها جزيرة البنات العذارى، لأن في أسطورة بتقول إن البنات اللي موجودة على الجزيرة دي ما بيكبروش في السن، وده بسبب إن عندهم بذرة اسمها بذرة الخلود، والبذرة دي هي اللي بتخليهم يحافظوا على شبابهم. وبسبب كده ان في كتير من الناس بيدوروا على الجزيرة دي من زمان عشان يوصلوا لبذرة الخلود ويفضلوا شباب طول العمر، لكن لحد دلوقتي مفيش حد يقدر يوصل للجزيرة، واللي بيوصل ما بيرجعش. وده بسبب ان الجزيرة ليها سحر معين بيسيطر على اي حد بيوصل ليها. السحر ده هو اللي بيخلي الناس محبوسين على الجزيرة ما بيعرفوش يرجعوا تاني، وده السبب اللي خلي سونج يبعت ناس عشان يدوروا على الجزيرة. وطبعا لانه خايف يروح يدور على الجزيرة بنفسه وما يرجعش تاني. اتضح ان سونج بيعمل اعلانات في كل مكان وبيطلب متطوعين عشان يطلعوا برحلات بحرية علشان يستكشفوا الجزيرة، وبيكون عارض مبلغ كبير جدا لأي حد هيوصل لمكان الجزيرة. وبننتقل لوانج وهو بيسمع الأخبار في الراديو وبيسمع عن الإعلان اللي عمله سونج، وعرف وانج إن جميع اللي راحوا يستكشفوا عن الجزيرة معرفوش يوصلوا لمكانها إلا مستكشف واحد بس هو اللي عرف يوصل للمكان. وبيصطدم وانج بعد ما عرف اسم المستكشف، لأن المستكشف ده طلع أبوه اللي سابهم واختفى فجأة ومرجعش تاني. فبيقرر وانج إنه يشارك في رحلات البحث اللي بيعملها سونج. وهو في طريقه للشاطئ بيقابل صاحبه يونج اللي بيكون لسه واخد فرقة كشافة بحرية تابعة للجيش، وبيطلب من وانج إن هو يرافقه في الرحلة البحرية اللي هو قايم بيها، وبيوافق وانج. وفي الوقت ده بيجي واحد من رجالة سونج بيديهم جهاز تعقب عشان يخلوه معاه عشان يعرف سونج مكانهم أول ما يوصلوا للجزيرة. وبعدها بيبدأ وانج ويونج رحلتهم لجزيرة البنات العذارى، بيكونوا متحمسين وعندهم أمل إن هم يوصلوا للجزيرة، لكنهم جالهم إحباط كبير بعد ما قعدوا شهرين في البحر ومن غير ما يوصلوا للجزيرة. كمان بيكونوا تاهوا ومش عارفين يرجعوا. وبيظهر إن يونج ما عندوش أي خبرة في الملاحة، وإنه كذب على وانج عشان يطلع معاه الرحلة مش أكتر. والأصعب من ده إن الأكل والشرب اللي معاهم بيخلص، ده كمان جهاز التعقب بيعطل فجأة ومش عارفين يصلحوه. وهنا اليأس بيسيطر على وانج وبيكون محبط، بيطلع ينام على سطح المركب. ساعتها بتقع فضلات من طائر على وش وانج، فبيقوم من النوم بيلاقي سرب من طيور النورس، وده معناه ان هم بقوا قريبين من الجزيره. فبيستخدم المنظار ويبص منه، فعلا بيلاقي في جزيره موجوده قدامهم، وبيفرحوا جدا لانهم خلاص كانوا على وشك ان هم يموتوا في البحر. بيطلب وانج من يونج ان هو يتحرك بالمركب ناحيه الجزيره، لكن يونج بيقول له ان الامواج عاليه جدا قدام الجزيره، ده معناه ان هم مش هيقدروا يروحوا بالمركب. وبيطلب منه ان يستنى شويه لغايه ما البحر يهدى، لكن وانج بيرفض انه يستنى، وبياخد يونج وبينطوا سوا في الميه، وبيفضلوا يعوموا مسافه كبيره لحد ما بيوصلوا للجزيره. ولما بيوصلوا الجزيره بيغمى عليهم من كتر التعب. لما بيصحى وانج بيلاقي بنات كتيره واقفين قدامه، بيسالهم واحنا وصلنا لجزيره العذارى، لكن محدش من البنات بيرد عليه، فبيغمى عليه تاني. وبعد شويه وانج ويونج بيفوقوا فبيلاقوا البنات قابضين عليهم، لكن يونج بيتعصب على البنات قوي، بيقول لهم اللي عملتوه ده غلط، لكن عشان انتوا بنات انا هكتفي بان انا اسمع منكم كلمه اعتذار. فبيقرب يونج من واحده منهم اسمها شياو، بيحاول يلطف الجو معاها، لكن شياو ما بيعجبهاش اللي بيعمله، فبتضربه بالعصايه على دماغه وبيغمى عليه تاني. وبعدها بيحبسوهم في قفص مصنوع من الخشب، وبتقرب منهم زعيمه القبيله وبتقول لهم في خلال ال 500 سنه اللي فاتت مفيش راجل قدر يقرب للجزيره. هنا يونج بيتريق عليها ويقول لها انت ازاي عايشه 500 سنه ولسه شباب؟ لكن زعيمه القبيله ما بتردش عليه، بتاخد البنات اللي معاها بيسيبوهم وبيمشوا. بيستغل وانج الموقف ده، بيطلع خنجر من جيبه وبيحط خطه هو ويونج ان هم يهربوا بالليل من الجزيره. وفعلا اول ما بيخش الليل بيفتحوا باب القفص بالخنجر بيخرجوا منه. وبعدها وانج بيروح لقبيله البنات علشان يدور على اي دليل يخليه يعرف معلومه عن ابوه. اما يونج فكان دوره ان هو يهرب ويستنى وانج عند الشاطئ، لكن يونج وهو بيجري جوه الغابه بيتعرض لفخاخ كتير البنات عاملاها، وساعتها بينضرب عليه سهام كتير. لكن من حسن حظه انها بتيجي في الشنطه اللي على ظهره، لكن بيقع جوه حفره بيقع عليه كميه كبيره من ثمار جوز الهند وبيهم عليه. اما وانج فبيوصل للاكواخ اللي بتعيش فيها البنات، وبيفضل مستخبي ورا الاكواخ عشان محدش من البنات يشوف. لكن لما بيلاقي نفسه اتحاصر بيدخل جوه كوخ وبيستخبى، لكن بيظهر ان الكوخ ده هو الحمام اللي بتستحمى فيه البنات، لان وقتها تدخل بنت جميله اسمها مويان معاها طفله صغيره اسمها مون. وانج بيستنى لغايه اما موان تقعد في حوض الاستحمام عشان يتحرك بهدوء عشان يخرج، لكن بيلاقي مون واقفه قدامه بيشاور لها علشان تسكت، ويطلع من جيبه مصاصه ويديها لها عشان تقولش عليه. اول
اول ما بيتحرك عشان يخرج بيلاقيها وقفت قدامه تاني وبتمد ايديها عشان يديها مصاصه تاني، لكن وانج بيدور في جيوبه وبيكتشف ان ما عندوش مصاصه، فبيقول لها ان المصاصات خلصت. هنا مون بتصرخ بصوت عالي وكل البنات يعرفوا بوجوده، وهنا وانج بيجري بسرعه عشان يهرب، بيتفاجئ ان البنات بتجري وراه ومعاهم اسلحه، فبيمسك شعله نار بيواجههم بيه. بيلاقي جنبه اواني من الفخار فيها ماده زي البنزين، فبيشرب منها وبيبخ على النار عشان يخوفه. لكن وانج اتفاجئ انه بقى سكران ومش عارف يقف على رجليه، وده بسبب الكحول اللي كان بيشربه من الاواني الفخاريه. اول ما بيقع على الارض البنات بيقبضوا عليه، وانج بيفوق بعدها بيلاقي نفسه في خيمه زعيمه القبيله، وساعتها عارف ان هو هيتحاكم لانه هرب من القفص اللي كان محبوس فيه. ده غير انه ارتكب جريمه كبيره لما اقتحم كوخ الاستحمام الخاص بالبنات. فجاه بيدخل عليهم يونج بعد ما استرد وعيه، بيفضل يعمل حركات غريبه قدام البنات الزعيمه بتاعتهم، وبيكون عايز يعرفهم ان هو محارب قوي، فبلاش يستفزوه انه هيأذيهم، لانهم عارفين انه بيكذب طول الوقت ودمه تقيل. اول ما الزعيمه بتديهم الاذن بيضربوه، ويروح يونج يقف جنب وانج قدام زعيمه القبيله، فبتعرفهم زعيمه القبيله ان في قوانين بتحكم القبيله. القوانين دي نص على ان اي راجل بيشوف بنت عريانه لازم يتم اعدامه، علشان طبقا لعادات القبيله ان البنت اللي بتحصل لها كده تفقد جمالها وبتكمل باقي حياتها وهي شكلها قبيح. وقبل ما زعيمه الجزيره بتجهز طقوس الاعدام تسالهم عن سبب زيارتهم للجزيره، فبيقول لها وانج ابوه كان مستكشف مشهور انه اختفى فجاه 10 سنين. في اشاعات كتير بتقول وصل للجزيره دي وبعدها اختفى. قالوا زعيمه القبيله عن اسم ابوه، اول لما بتعرف اسم ابوه بتتوتر، وبيتفاجئ وانج انها تعرف ابوه كويس وبتعرفه انها بتدور عليه عشان تنتقم منه وتقتله. بعدها تؤمر البنات ان هم ياخدوا وانج ويونج علشان يعدموهم. وهنا يونج يقول لزعيمه القبيله انه ما دخلش الحمام، بيرفض يتعدم زي وانج، بيطلب منها تحرره وتسيبه يمشي، لكن زعيمه القبيله بترفض وبتقرر انه يتعدم زي صاحبه. البنات بياخدوهم على مكان الاعدام وبيحطوا كل واحد فيهم في حله كبيره، وبيترعبوا لما البنات بتيجي يحطوا عليهم اعشاب وتوابل. بيفهم يونج ان قبيله البنات ناويين يطبخوهم وياكلوهم، وبيفضل يونج يلوم وانج انه السبب في اللي حصل لهم. فجاه بتدخل عليهم مويان اللي كانت بتستحمى، اول ما يشوفها يونج بيخاف ويغطس تحت الميه، ومويان بتقول لوانج انها مرعوبه انها هتفضل وحشه، ده بسبب ان هو شافها وهي عريانه. فبيحاول وانج يعتذر لها ويقول لها ان هو ما شافهاش لانه كان طول الوقت باصص في الارض. لو هي مش مصدقاه فممكن تسال البنت الصغيره اسمها مون، لكن مويان بتتجاهل كلامه وبتقرب السكينه من رقبته، ومع انها تقول لازم تموته عشان تبطل اللعنه اللي حلت بيها كانها بتقطع الحبل اللي مربوط بيه وانج. تقول له ان هي مش عايزه اي حد يموت بسببها، تطلب منه ياخد صاحبه ويهربوا بسرعه قبل ما حد يشوفه. فبيفرح وانج بيشد يونج من تحت الميه وبيعرفه باللي حصل، وبعدها بيخرجوا سوا من الكوخ اللي هم فيه عشان يهربوا من الجزيره. لكن لسوء الحظ بنشوفهم تاني يوم ان هم مقبوض عليهم وانهم ما عرفوش يهربوا، والمره دي زعيمه القبيله بتقول للبنات تحطوا عليهم توابل مختلفه عشان المره دي ناويه تشويهم على نار هاديه. لكن فجاه بتيجي واحده من البنات وهي مرعوبه وبتبلغ زعيمه القبيله ان شياو تغرق في المحيط، فبتتخض الزعيمه تاخد البنات كلهم ويروحوا للشاطئ بسرعه. هنا وانج ويونج استغلوا الفرصه عشان يفكوا نفسهم، وهنا وانج بيقدر يمسك خشبه من الخشب المولع وبيحرق بيها الحبل اللي مربوط بيه يونج، وبعدها يونج بيمسك شعله وبيولع في الحبل اللي مربوط بيه وانج. لكن للاسف يونج يرمي الشعله على الشجره المقدسه بتاعه القبيله من غير ما ياخد باله. بيطلع يجروا من المكان بسرعه، وساعتها بيشوفوا السفينه موجوده قدامهم وبيفرحوا لانهم خلاص هيهربوا من الجزيره. لكن وانج بيشوف البنات بيعيطوا على الشاطئ ومنهارين انهم مش لاقيين شياو خالص في البحر، وبيقرر وانج ويونج ان هم ينزلوا البحر ويدوروا على شياو لحد ما بيلاقوها وبيطلعوها من الميه بسرعه. بيفضل يونج يعمل لها انعاش تنفس صناعي لحد ما بتفوق شياو تسترد وعيها، والبنات بيفرحوا من اللي عمله وانج ويونج ويروحوا لزعيمه القبيله، وشياو بتطلب من زعيمه القبيله ان هم يسامحوا وانج ويونج. وقتها بيبان ان شياو معجبه بيونج، تقول انه هو فارس احلامها اللي انقذ حياتها. لكن يونج بيرفض وبيحاول يشد ايده منها، لكن شياو بتمسك ايده بقوه وبتقول له انه مش هيقدر يبعد عنها مهما حصل. هنا الزعيمه خلاص هتسامح وانج ويونج وهتلغي حكم الاعدام. فجاه تدخل واحده من البنات وهي منهاره، بتقول للزعيمه ان الشجره المقدسه اتحرقت. بيجروا كلهم على مكان الشجره المقدسه، وزعيمه القبيله بتشوف الحبال المفكوكه مرميه على الارض، تعرف ان وانج ويونج هم اللي حرقوا الشجره، تدي امر باعدامهم فورا. ولكن شياو بتمسك ايديها تترجاها ما تعملش كده، تنضم ليها مويان تمسك ايد الزعيمه هي كمان وبتقول لها ان هي كمان معجبه بوانج بلاش تموته. ساعتها بيبان ان الزعيمه بتحب بنات القبيله وما تقدرش ترفض لهم اي طلب، عشان كده توافق على طلبهم، لكن تدي وانج ويونج فرصه 3 شهور ده علشان يرجعوا الشجره المقدسه زي ما كانت، ولو ال3 شهور خلصت وده ما حصلش وقتها هتعدمهم. فبيبدا
وانج ويونج بينظفوا الشجرة من آثار الحريق وبيسقوها. بمرور الوقت يقرب وانج ويونج من بنات القبيلة وبيساعدوهم في كل أمور حياتهم، وبيعلموهم إزاي يصطادوا السمك، كمان بيعلموهم إزاي يزرعوا المحاصيل بطرق متطورة، وكمان بيعلموهم إزاي يطبخوا الأكل بطريقة مختلفة. تفضل شياو مهتمة بيونج طول المدة وبتفضل تجيب له زهور وفواكه طول ما هو بيشتغل، لكن يونج بيرفضها وبيبعدها عنه طول الوقت لحد ما شياو تضربه وتخليه يعترف لها بحبه غصب عنه. في يوم وانج كان بيحاول يلاقي إشارة في جهاز التتبع، بيلاحظ تعبان على الشجرة اللي قاعدة تحتها مويان، فبيجري بسرعة وبيحضنها، بيقع على الأرض بعيد عن التعبان، لكن بيتفاجئ إن مويان بتقول له إن التعبان ده هو الحيوان الأليف اللي هي بتربيه. وبعد أيام وانج ويونج بيبقوا مبسوطين جدا لأنهم بيلاقوا الشجرة المقدسة تبدأ تنبت من جديد، وبالليل بيحتفلوا مع بنات القبيلة المناسبة السعيدة دي وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا وبيكونوا مبسوطين جدا. ساعتها وانج بيركز مع مويان وبيحس إنه بيحبها، ساعتها بيقرر إنه يفضل على الجزيرة عشان يحمي موان وبنات القبيلة. بعدها مويان ووانج بيتمشوا سوا وبتحكي له عن تاريخ القبيلة، بتقول له إنه زمان كان في قبيلة موجودة اسمها قبيلة الساحرات. كل الستات القبيلة دي كانوا بيتكاثروا خلال توالد العذري. القبيلة دي مسؤولة عن حماية بذرة مسحورة اسمها بذرة الخلود. البذرة دي هي اللي بتخلي ستات القبيلة يفضلوا شباب مدة طويلة، كانوا بيكبروا في السن بمعدل 10 مرات أقل من البشر العاديين. لكن القبائل اللي جنب قبيلة الساحرات عرفوا سر بذرة الخلود وبدأوا يهجموا على القبيلة علشان ياخدوها منهم. ولما الستات رفضوا يعطوهم البذرة قتلوا منهم أعداد كبيرة، وفي الوقت ده زعيمة القبيلة بتقرر تدي بذرة الخلود لأصغر طفلة في القبيلة وبتطلب منها تهرب وتروح مكان بعيد تحمي البذرة بأي شكل. الطفلة بتاخد البذرة وتهرب من القبيلة وبتهرب بعيد لحد ما بتلاقي نفسها على جزيرة مهجورة وبتزرع بذرة خلود في أرض الجزيرة، والبذرة تعمل شجرة كبيرة. الطفلة دي تاخد منها بذور كتير، وبمرور الوقت تفضل الطفلة دي تتكاثر بالتوالد العذري لحد ما بتعمل قبيلة كاملة من البنات. وهنا مويان بتقول لوانج إن الطفلة دي هي زعيمة القبيلة وإن كلهم من نسل قبيلة الساحرات ومهمتهم هي حماية بذرة الخلود. بتقول له كمان إن الجزيرة لها قوة سحرية وإن القوة السحرية دي هي اللي بتبعد أي حد عنهم عشان ما يقربش ناحية بذرة الخلود. وبيتفاجئ وانج إن مويان بتقول له إنها تعرف أبوه وإنها شافته مرة قبل كده على أطراف الجزيرة. وتاني يوم مويان بتاخد وانج عشان توريه المكان اللي شافت فيه أبوه لآخر مرة. المكان ده بيكون عبارة عن كهف جوه الجبل، وفي المكان ده وانج بيلاقي مذكرات أبوه وبيكتشف إن أبوه كاتب عن الفترة اللي قضاها على الجزيرة. وبيقول الأب إنه اكتشف إن بنات القبيلة دي طيبين وإنهم يحبوا الحياة بشكل مش طبيعي، وده كان السبب اللي خلاه يحافظ على سر وجودهم وما يعرفش حد بمكانهم. ده غير إنه أخد عهد على نفسه إنه يحميهم من جشع البشر، لأن البشر بيدوروا على الجزيرة علشان يوصلوا لبذرة الخلود. وبيقول الأب إن كان نفسه تعرف عيلته إن ليه قرر يبعد عنهم وما يرجعش تاني، وبيبدأ يتكلم عن سر العداوة بينه وبين زعيمة القبيلة، وبيقول إن زعيمة القبيلة خايفة إن سرهم يتكشف خصوصا بعد ما هو عارف مكانهم. غير إن هو ساب الجزيرة واختفى وهي ما عرفتش توصل له نهائي. وبعد ما وانج خلص قراية مذكرات أبوه بيروح ليونج ويعرفه قصة قبيلة الساحرات، وبيعرفه كمان كلام اللي كتبه أبوه في المذكرات. وبيقرر وانج دمر جهاز التتبع إنه ممكن يشتغل في أي لحظة سونج يعرف مكان الجزيرة، ولكن للأسف بعد ما دمروه بيسمعوا صوت إشارة خارج منه، ده معناه إن الجهاز لسه شغال. في الوقت ده سونج توصل له إشارة جهاز التتبع، بيعرف يحدد مكان الجزيرة وبيفهم إن وانج ويونج لسه عايشين وما حصل لهمش أي حاجة، فبالتالي مفيش خوف إنه يروح للجزيرة بنفسه ويدور على بذرة الخلود. في الوقت ده وانج ويونج يروحوا لزعيمة القبيلة بيعرفوها باللي حصل وبيحذروها إن سونج هيوصل للجزيرة في خلال أيام، وبتقرر زعيمة القبيلة إنها تدافع عن الجزيرة مهما حصل. هنا وانج ويونج بدأوا يعلموا البنات خطط معينة عشان يقدروا يدافعوا عن الجزيرة. وبعد أيام من التدريب بيوصل سونج على سواحل الجزيرة وبيبعت 4 من رجالته علشان يستكشفوا الجزيرة. أول ما رجالته بيوصلوا الجزيرة ينبهروا من جمال البنات اللي فيها، وبتستقبلهم البنات بترحاب شديد يخلوهم يشربوا لحد ما يسكروا. وبعدها وانج ويونج ساعدوا البنات وبيقبضوا عليهم واحد ورا التاني. وهنا سونج بيقلق اما بيلاقي رجالته اتأخروا، بينزل مع باقي رجالته بنفسه ويروحوا الجزيرة. وهنا وانج ويونج بيستقبلوه وبيرحبوا بيه وبيحاولوا يفهموه مش هي دي جزيرة البنات العذارى، وكمان بيعزموه على الغدا هو ورجالته. ساعتها يقدموا له مشروب معين علشان يشربه، ولكن سونج بيكون ذكي جدا بيخلي واحد من رجالته يشرب المشروب ده بداله. ساعتها الراجل ده بيتعب بيفقد الوعي، فساعتها سونج بيفهم ان وانج ويونج بيكذبوا عليه وبيخلي رجالته يقبضوا عليهم على كل بنات القبيله. بيطلب من زعيمة القبيله انها تقول له على مكان بذرة
بذرة الخلود، لكن زعيمة القبيلة بترفض، بيهددها سونج لها انه هيقتل الطفلة الصغيرة. وهنا زعيمة القبيلة بتضطر انها توري له المكان اللي مخبيين فيه بذرة الخلود. واثناء ما هم في طريقهم بتقدر شياو انها توقع واحد من رجالة سونج، وبعدها كل البنات جمعوا على رجالة سونج وبيسيطروا عليهم. سونج بيهرب من المكان بسرعة، بياخد وانج بيهرب بيه ناحية البحر، وبيبان وقتها سونج مثبت قنبلة موقوتة في جسم وانج، بيهدده بيقول له هيفجر القنبلة وما قالوش على مكان بذرة الخلود. في اللحظة دي بتوصل زعيمة القبيلة معاها يونج ومعاها كل بنات القبيلة، وبيحاولوا ينقذوا وانج من سونج، ولكن سونج فعل القنبلة وبيهرب منهم. فبيحاول يونج يوقف القنبلة قبل ما تنفجر، لكنه للأسف يفشل ومبيعرفش يوقفها. وهنا وانج بيفتكر كلام أبوه لما ضحى بنفسه عشان يحمي الجزيرة طول الفترة اللي فاتت، وبيقرر إنه يضحي بنفسه هو كمان عشان يحمي الجزيرة، وبيجري بالقنبلة بسرعة ناحية المحيط علشان القنبلة تنفجر في وسط المية. هنا يونج كل البنات بينهاروا بسبب اللي حصل، بيكونوا زعلانين لموت وانج، ولكن بعدها بنشوف وانج وهو لسه عايش على الشط، وبنفهم انه قدر ينجو من الانفجار بطريقة مش مفهومة، وان القوة السحرية اللي على الجزيرة هي اللي انقذته من الموت. اما سونج فبنعرف ان البنات قبضوا عليه وحبسوه، بنعرف ان اعصابه تعبت بسبب اللي حصل له وخلاص اتجنن. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك ملخص الفيلم أرجو الضغط على الإعجاب والاشتراك في القناة. تحياتي.